الصينية اهيت وضبناها ماشي، ورقة الزبدة ودهنا الجناب زبدة، وعشان هنعمل فيها تشيز كيك ان شاء الله ماشي. وهنبدأ نحضر المكونات مع بعض، وهقول لكم على المقادير واحدة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول دلوقتي مع بعض المكونات بتاعة التشيز كيك. هنعمل الكيكة بتاعة التشيز كيك اللي هي الطبقة الواحدة. احنا هنعمل طبعا الخليط ده هنحطه في صينية مقاس 30. هنحط معانا 4 بيضات ماشي، ومعانا اقل من نص مية، ومعانا فانيليا، معلقة فانيليا، معلقة خل، رشة ملح. تمام. هنحط المية لان دول 300 جرام دقيق، 300 جرام دقيق سبونج جاهز. تمام. وهنحط البيض، نحط معلقة فانيليا، نحط معلقة فانيليا، نحط معلقة خل، نحط رشة ملح، وهنضرب الخليط بالمضرب وهنرجع لكم تاني. كده خلاص ضربنا الخليط بتاع الكيك ماشي. هنحطه في الصينية دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دبيناها مرتين 3 كده، بس في الارض طبعا عشان مش هندبها على الرخامة، وعشان نطلع فقاعات الهواء اللي فيها. وهنحطها دلوقتي في الفرن، سم الله، ونحطها في الفرن وان شاء الله نشوف النتيجة بعد ما تطلع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكيكة طلعت اهيت. هنغطيها دلوقتي بفوطة ونسيبها بقى ايه، ونشتغل فيها بالليل عشان تكون يعني احنا دلوقتي بعد الظهر، وهشتغل فيها كده على المغرب ان شاء الله، وبعد العشاء تكون بقى ايه يعني هديت براحتها وبردت، وعشان ما تتفرولش معانا. فان شاء الله اما نيجي نشتغل فيها هبقى ارجع لكم تاني ان شاء الله. ان شاء الله نشتغل فيها مع بعض باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال يا رب. احنا من شوية عملنا الكيكة، وقلت ايه هطلعها من الفرن وهرجع لكم. احنا طبعا طلعناها ونضفنا وشها اهي، وسبناها بردت وزي الفل. شايفين دي هنعملها تشيز كيك تشيز كيك بالكريم، بالمانجا، تشيز كيك بالمانجا. تمام. ومحضرين معانا المكونات كده. الكيكه اهي معانا، نغطيها بس اما نحضر لها المكونات بتاعتها. هنا معانا كوبايه كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه، ومعانا طبعا هنضيف الاول عصير المانجا. ده عصير مانجا فريش، ودوبنا مع السكر اللي هنستعمله، التحليه اللي احنا عايزينها يعني. دوبتها مع الخلاط مع المانجا ماشي. ادي كوبايه عصير المانجا،
وهناخد شويه من الجيلي اللي هنحطه على الوش، هناخد منه شويه بس يطعموا لنا الكريم، لان دول انا حاطه هنا باكوين جيلي مانجا، هنحطهم على الوش مع كوبايه عصير مانجا، مع كوبايه عصير مانجا برضو اهو. وخدنا منهم نص كوبايه جيلي مانجا، هنضيفها برضو، بس هناخد شويه لبن نص الكوبايه، هنشوف هنحتاج الباقي ولا لا. انا طبعا حاطه كوبايه الا ربع كريم شانتيه وكوبايه عصير مانجا، وهنحط نص لبن بس، وهنحط علبه زبادي، ومعانا لبن بودره هنحطه برضو، لبن بودر، وهنحط جبنه كريمي ماشي. هنحط تقريبا هنحط التمن كيلو، يعني التمن كيلو جبنه كريمي. تمام. احنا الحاجات دي هنستعملها بس بالتدريج. طبعا معانا معانا جيلاتين انا مدوباه في الميه، واول ما اجي استعمله برده هفكه في الميكروويف كده يعني لثواني يفك معانا، وبعدين هنحطه في ده عاملاه الكريم شانتيه، حاطه بالمعلقه دي معلقتين مليانين دوبتهم في ميه عاديه وسايباهم، اول ما اجي استعملهم هفكهم في الميكروويف. ده الكريم الشانتيه اللي انا هعمله دلوقتي، والجيلي ده برده هضيفه هنا على كريم الشانتيه. طبعا انا هضرب الكريم دلوقتي وهنضيف الحاجه مع بعض ان شاء الله. دلوقتي احنا ضربنا الكريم شانتيه مع المانجا، كوبايه مانجا، كوبايه الا ربع كريم شانتيه، كوبايه زبادي. هنحط مع بعض جيلي المانجا، وهنحط مع بعض اللبن البودر، وهنحط مع بعض تمن كريم، ده ربع واحنا هنحط تمن بس ماشي. دلوقتي هنضرب بقى دول مع بعض، وبعدين هنفك الجيلاتين ونحطه في الاخر. نضرب المكونات مع بعض اهو. دلوقتي احنا حطينا دلوقتي احنا ضفنا تاني كوبايه عصير المانجا اللي كانت هنا، ضفناها في الكريم، وطبعا احنا حطينا الجبنه الكريمي مع بعض. وهسيح دلوقتي الجيلاتين في الميكرويف يعني كام ثانيه كده اول ما يسيح خلص معانا، وهنضيفه برده هنا على الكريم وهنضربه كويس جدا. وبعدين هنجيب الكيكه هنسقيها وهنحط عليها الخليط وهنحط على قشره الفاكيوم وهنظبطها مع بعض دلوقتي. تمام. وهنرجع لكم تاني. دلوقتي احنا حطينا شريط الفاكيوم مع بعض اهو، ولزقناه كويس جامد على الكيكه كده عشان ما ينزلش السوائل حوالين الكيكه، قفلناه جامد ولزقناه بسولوتيب كويس. وهنسقي الكيكه، وبعدين هنحط الخليط كريم اللي احنا عاملينه مع بعض. طبعا قبل ما نحط طبقه الكيكه على القاعده حطينا كريم وحطينا عليه الكيكه، وبعدين لفينا عليها شريط الفاكيوم كويس قوي عشان يبقى محكوم ما يسيلش معانا السوائل اللي هنحطها. بسم الله.
دلوقتي احنا حطينا بعد ما حطينا الخليط على الكيكه وحطيناه في التلاجة بارد خالص، شايفين بارد خالص. وضربنا هنا المقدار ده مانجا وعليه كوبايه جيلي، وكوبايه الجيلي عليها كيس جيلي، يعني كيس على كوبايه. تمام. ودوبناهم كويس جدا مع 3 معالق جيلاتين، سيحناهم وحطينا الجيلي والجيلاتين على عصير المانجا. دول كوبايتين كبار عصير مانجا بكوبايه كبيره. تمام. وضربناهم سوا كويس. ضربناهم كويس. بعدين هنحطهم على الكيكه وهنحطها في التلاجة تبرد. وخلاص كده خلصنا التشيز كيك معانا، وان شاء الله يطلع احسن واحلى تشيز كيك، وهنوريه لكم في النهايه ان شاء الله.